البصل برشة فلفل اسود ورشة ملح بسيطة في مكعب زبدة، ولونه بقى دهبي كده هنطفي عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. وصفة النهاردة هنعمل برجر عالمي. هقول على طول بسم الله في الوصفة. عندي هنا نص كيلو لحمة مفرومة، عليها حوالي 20% نسبة دهون. انا مقطعة قطعة ليا وقطعة منديل بتاعة طرب، فرماهم واحطهم عليها. لو حابين تضاعفوا الكمية بتاعة اللحمة ممكن تحطوا نص كوباية فول صويا منقوع في مية سخنة، او شوفان او برغل. عندي هنا البهارات الجاهزة من اي سوبر ماركت بتاعة البرجر، وعندي كمان رشة جوز الطيب ورشة فلفل اسود. دي مثلا احنا حمرناها مع بعض هحطها عليها. ممكن تحطوها نية، بس صدقيني بالخطوة دي بتفرق وبتعلي التست جامد جدا. هقلب كل دوت مع بعض لحد ما كل حاجة تمتزج. قلبتها كل حاجة عندي اتمزجت مع بعض. هعملها بقى كور متساوية. ممكن تعملوها بالمكبس بتاع البرجر، وممكن تفردوها كده على طول دايركشن على النار. انا هجهز كل الخطوات وبعد كده نعمل بقى الصوصات اللي هنحطها في الساندوتش. معلقة زيت وفيهم فصين مستكة. هنزل كده بشوية بصل مبشور او جوانح اللي يريحك. عليهم رشة فلفل اسود وذرة ملح ورشة زعتر، وكمان رشة سكر علشان البصل يتكرمل. عندما يبتدي يدخل في الكرملة هنزل بمشروم سواء فريش او معلب، يتشوحوا كده مع بعض. معاهم قطعة زبدة، شوية مية صغيرين بس. هطفي النار واحط اخر حاجة معلقتين كده كبار مايونيز. كده يبقى الصوص جاهز عندي. عايزة اقول لكم صوص وهمي. بص هنعمله. عندي هنا فلفل الوان متقطع صغير مفروم، وكمان خيار مخلل، وكمان بصلة صغيرة مفرومة. عليهم رشة فلفل اسود ورشة ملح وكمان رشة زعتر ومعلقة صغيرة خل، وممكن نحط سكر بس انا هحط عسل نحل معلقة كده. ونقلب كده جاهز معانا. نبتدي بقى نسوي البرجر وكمان نحمص العيش. هبتدي احط كرة اللحمة كده واكبسها بأي مكبس من على ورق الزبدة. احط شرايح الجبنة كده على كل واحدة وننشلها من الطاسة. وفي نفس الطاسة هحط العيش كده ياخد تحميصة بسيطة، وبعد كده ميبقاش فاضل غير احنا نطبق الساندوتش على بعض. بسم الله كده. اول حاجة نحط الصوص بتاع المشروم في الارضية بتاعة الساندوتش بالشكل ده. ونحط قطعة برجر بالجبنة، وكمان عليهم الصوص بتاع الخيار المخلل والبصل والفلفل. واخر حاجة قطعة جبنة تاني برجر تانية، وكمان معلقة صغيرة كده من الصوص بتاع المشروم. واخر حاجة الساندوتش كده يبقى جاهز معانا. عايزة اقول لكم مش محتاجين تروحوا محلات، اعملوه طعمه تحفة. عايزة اقول لكم ريحته قلب المكان. يا ريت تجربوه وتسيبوا لي كومنت رايكم فيه ايه، وما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ولو عجبك الفيديو لايك وسبسكرايب وشير، وان شاء الله هظهرلكم وصفات تانية جديدة.